النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا عبارة عن أكلة مصرية أصيلة. معانا بقى البط المسلوق. هنجيب البط بتاعنا، أهم حاجة طبعا بنبقى منضفينه ونغسله كويس، وهنحطه في محلول الماء النقع اللي هو عبارة عن مية وملح وسكر ورق لوري وشوية من القرفة، ونسيبه منقوع طبعا فيه شوية. بعد كده برضو أهم حاجة بعد ما ننقعه نشطفه ونصفيه كويس عشان الشوربة بتاعتنا متبقاش فيها ريحة أي زفارة خالص. وبعد كده بقى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونحط الحلة بتاعتنا على البوتاجاز. بعدين هنحط فيها مية بتغلي، بصل، طماطم، ورق لوري، ملح وفلفل، وبقى شوية من الكركم. بعد كده بقى بنحط البط بتاعنا ونغطي عليه ونسيبه لحد ما يستوي. وبرده اهم حاجه ان انت تسوي البط كويس عشان يبقى حلو معاكي. هنا بقى كان عندي مخروطه كنت مفرزاها في الفريزر، طبعا بتتاكل مع البط بتبقى جميله. ولو حابه الطريقه انا ارجعي للقناه بتاعتي هتلاقي الفيديو عليها بتاع المخروطه. بعد كده برضو هنعمل بقى شوية رز معمر كده حلوين. غسلنا الرز بتاعنا وحطيناه كده في الطاجن. بعد كده بقى بنجهز اللبن، بنحط على اللبن معلقة من السمنة وشوية صغيرين من الزيت وملح وندوبهم كويس. وبعد كده بقى بنحطهم على الرز وندوب كده اللبن مع الرز زي ما احنا شايفين. وطبعا مسخنين الفرن بتاعنا عشان نحط فيه طاجن الرز المعمر بتاعنا. بعد كده كانت معانا بقى البطة بتاعتنا استوت وبقت معانا بالشكل ده. هندهنها كده بشوية من الزيت وشوية من الملح، ندوبهم كده في الزيت وفلفل وندهن بيهم البط عشان انا هندخله الفرن. لو عايزة تحمريه في الزيت على البوتاجاز زي ما تحبي، بس انا بحب احطه في الفرن بيبقى ناشف كده وحلو ومبقاش دسم. هنا بقى دهناه كده بالزيت طبعا، وبعد كده هندخله بقى في الفرن عشان يطلع معانا بالجمال ده. شكل البط تحفة ومستوي وجميل كده ولونه جميل معانا. وطعمه طبعا مش هقولك عليه، طبعا اكيد انت عارفة طعم البط بيبقى عامل ازاي. والشوربة بتاعته طبعا جميلة، لا فيها ريحة زفارة ولا اي حاجة من الكلام دوت. إيه فدوت بقى البط ده لو حابة بقى تعملي عزومة كده ولا اي حد بيحب جايلك، فانصحك بقى ان انت تعملي البط الجميل ده كده عشان يطلع معاكي بالمنظر الجميل دوت وكل اللي يدوقه يعجبه. وطبعا كنا عملنا معاه بقى الرز المعمر في الفرن، هنشوفه طبعا دلوقتي بعد ما استوى. وسخنا المخروطة بتاعتنا، وده بقى طاجن الرز المعمر بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا هو الشكل بيتحدث عن نفسه، قد ايه جميل ولونه جميل معانا. ودي كانت وصفتنا النهاردة بقى. معانا بقى الرز المعمر الجميل والمخروطة بتاعتنا والبط كده بعد ما اتحمر، والشوربة زي ما احنا شايفين اللون بتاعها ذهبي وقد ايه صافية وجميلة وما هيش دسمة على فكرة. لما بتسلقي البط كده مش بيبقى معاكي دسم غير ما بتشوحيه في الاول. ده كانت الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبتكم الوصفة، وان عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله على خير.